اللي شايف نفسه متعرض للاخطار اللي انا بقولها دي او مضطر ان هو ياخد الاكل بالطريقه دي برضو، هو 40 يوم متواصلين يوميا بياخد العشبه اللي هي الكزبره الخضراء، هو هيتخلص من السموم وتتطرد عن طريق الكبد بتاع جسم الانسان. ربنا يشفيك المره القادمه. يزيد حضرتك علم ونور يا بنتي. امين. جميله دي جديده علينا كزبره. حبيبتي لا احنا عملناهم منفصلين. النهارده دي الاضافه دي لوحدها دي ما بسيبش حاجه في حالها. جميله. الله يبارك عليها تاني. الله يبارك في حضرتك، يزيد حضرتك علم ونور يا دكتوره. امين. المره الجايه اهي العرض القادم ايه الزبادي. ليه؟ عشان انا قلت لكم في سندوتشات المدارس ان انا محتاجه 10 علب زبادي. افرضي ما عرفناش نعملها بقى يا دكتوره، ما خسرناش حاجه. كلنا الزبادي دي حطيناها فوق اكل بالثوم سلطه زبادي، عملنا اللي ما يعمل قبل كده، قايله لكم التفاصيل بتاعتها. بس المره الجايه هي سندوتشات المدارس بالطريقه الصحيه. المدارس المربى الشهر الجاي المدارس. بالعكس كل سنه وانتم طيبين. معتمده على الحاجات اللي انا اخترتها اللي فيها سكر كتير، فاكهه سكر فاكهه كتير. بشكر الحاجه. ربنا يبارك في حضرتك. الورد للورد. الورد للورد. ما ينفعش ان انا احب ابني او بنتي بطريقه غلط وبأذيه وفي الاخر تحاليل عشان اسكته واكله اي حاجه، يديله سكر من النوع الثاني يا رب. او ان هو يكون عندنا احنا في عيلتنا السكر منتشر، وانا بالاداء ده اخليه يظهر. خلاص يا جماعه، شكرا على الاستماع. جزاك كل خير. على الصلاه والسلام. على الصلاه والسلام. على الصلاه والسلام. كل خير.